ازيكم عاملين ايه؟ زيز دكتور شيماء. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا وهو شراهه الاكل. شراهه الاكل من الحاجات اللي ناس كتير جدا بتقابلها وبتعمل لها مشكله كبيره قوي، ان هي مش قادره تتحكم في كميات الاكل بتاعتها. وهنا احنا مش بنتكلم عن شراهه الاكل مثلا في مناسبه او في سيزون مثلا او كل سنه مره. في الغالب ده مش هيعمل لك مشكله لو انت اكلت كميه كبيره من الاكل في الاوقات دي. لكن لو الموضوع تحول معاك لعاده وعاده مزمنه، يعني انت كل شويه عمال بتاكل كميات كبيره جدا من الاكل، مع الوقت الموضوع بيتحول معاك لعاده مزمنه، وللاسف العاده دي ما بتبقاش قادر انك تبطلها او قادر حتى انك تتحكم فيها او توقفها. الموضوع بيتكرر معاك على هيئه ابيسودز ويبدا يسبب لك مشاكل صحيه، كمان بيسبب لك زياده في الوزن. وهنا بتتحول الابيسودز دي او الفترات اللي انت بتاكل فيها كميات كبيره من الاكل مره واحده بنسميها بينج ايتنج ديس اوردر. عشان نعرف ايه حل المشكله دي لازم نعرف كمان ايه الاسباب اصلا بتاعه المشكله دي. هنقول حلول في الاخر، بس الاول تعالوا نعرف ايه الاسباب الاساسيه اللي بتسبب شراهتك للاكل. اول حاجه هي الفراغ. ناس كتير قوي لما بتكون قاعده فاضيه مثلا او حاسه بملل او مش وراها حاجه، بتبدا ان هي تاكل كميات كبيره من الاكل، او ان هي تبدا تاكل من غير ما تحس. مجرد ان هي فتحت التلاجة لقيت الحاجات اللي هي بتحبها، فتبدا ان هي تاكل لمجرد ان هي تملى الفراغ اللي هي حاساه او تعوض احساس الملل اللي هي حاساه. فنركز قوي في السايكل اللي انا هقول لكم عليها دي. تبقى قاعد فاضي وعندك فراغ، فتبدا تحس بالملل والزهق وان انت مش لاقي حاجه تعملها، فتبدا تدخل التلاجة تلاقي الحاجات اللي انت بتحبها واللي نفسك فيها، فتبدا تاكل من غير ما تحس وتبدا تاكل كميات كبيره جدا مره واحده. وده بس عشان تكسر حاله الملل والزهق اللي انت حسيتها وتملى الفراغ اللي انت حاسه، وتفضل السايكل دي تتكرر معاك كل شويه. تاني حاجة بتسبب شراهتك للأكل هو الاسترس أو الضغط النفسي، وكتير جدا بيعاني من الضغط النفسي أو الضغط العصبي والتوتر، خصوصا لو الاسترس ده مزمن عندك، يعني كرونيك ستريس، وكل شوية بيحصل لك كرونيك ستريس، وكتير جدا للأسف بيعانوا منه. في دراسات اتعملت ولقوا نسبة كبيرة جدا من الناس اللي عندهم بينج ايتنج ديس اوردر أو شراهة الأكل بيكون أساس المشكلة عندهم هو الضغط النفسي والعصبي والتوتر اللي هما بيكونوا حاسين بيه. بتحس إنك عندك اكتئاب، مخنوق، زهقان، قرفان، متضايق، عندك مشاعر سلبيه وطاقه سلبيه، كل ده بتطلعه في الاكل. كل المشاعر اللي انت بتحسها دي تبدا تتراكم وتتخزن عندك وتسبب لك ضغط نفسي شديد قوي، وكمان توصلك للاكتئاب. ولما بتوصل للمرحله دي بيبدا هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون الاسترس يبدا يعلى عندك، وتبدا تتجه للاكل عشان تفرغ الطاقه السلبيه والاحساس اللي انت حاسه. تبدا تحس بالاسترس والضغط النفسي، يبدا يزيد عندك هرمون الكورتيزول في الجسم، وتقل عندك هرمونات السعاده، تبدا تتجه للاكل عشان هو ده المصدر الوحيد او الحاجه الوحيده اللي بتحسسك بالسعاده وانك مبسوط وفرحان، وبتشيل عندك احساس التوتر والضغط النفسي ده. فتبدا تاكل شوكولاتات كتير، سكريات كتير، حلويات كتير، اكلات فيها دهون عاليه ووجبات سريعه كتير. طول ما انت قاعد بتاكل فانت حاسس انك مبسوط وفرحان قوي، الاكل بالنسبه لك بقى مصدر للسعاده. بس تلاقي نفسك بعد ما خلصت اكل تبدا تحس بتانيب الضمير، تبدا تعمل جلد للذات ان انت ازاي كلت كميات كتير من الاكل كده مره واحده، وتبدا تحس بالضغط انك اصلا كلت كميه كبيره من الاكل مره واحده. يرجع لك تاني احساس الاكتئاب والخنقه والزهق اللي انت كنت حاسه، وتبدا تتكرر السايكل دي مره تاني، وكل شويه بتتكرر معاك. السبب اللي بعد كده اللي بيسبب شراهه للاكل ان في ناس بتسيب نفسها طول النهار تقريبا ما بتاكلش اي حاجه، بتفضل جعانه طول النهار تقريبا وتيجي تجوع بالليل. او يقولك مثلا انا ماليش نفس ان انا اكل طول النهار، مش جعان، ويجي بالليل يحس ان هو جعان جدا ومش قادر ان هو يتحكم في شهيته، فيبدا ان هو ياكل كل حاجه موجوده قدامه، اي حاجه تيجي قدامه يبدا ان هو ياكلها، ويبدا الموضوع ده بيتحول عنده العاده، وللاسف بتلاقي نفسك بتاكل كميات كبيره من الاكل مره واحده ومش قادر تتحكم في شهيتك. الموضوع ده طبعا مع الوقت بيسبب زياده في الوزن، بيسبب ضغط نفسي شديد قوي. الاسباب برضو اللي بتخليك عندك شراهه للاكل او انك مش قادر تتحكم في كميات اكله، ان انت تكون مقلل كميات الاكل بتاعتك جدا لمجرد بس انك عايز تخس. يعني انت واهم نفسك ان انت عايز تخس اسرع، فانت تقلل كميات الاكل بتاعتك اللي انت بتاكلها على طول وتقعد فتره كده، فتبدا تمشي على دايت قليل السعرات وتبدا تحرم نفسك من الاكل. ده بيخليك كل شويه حاسس انك زهقان ومخنوق، وبيعمل لك ضغط نفسي شديد قوي، خصوصا لو انت ما لقيتش نتيجه من الدايت اللي انت بتعمله. ايه اللي بيحصل في الوقت ده؟ انك بتوصل لمرحله انك اتخنقت، انك زهقت، انك
انك مش قادر تكمل، فانت تبدا تاكل كميات كبيره من الاكل مره واحده، وتقعد حوالي ساعه ولا ساعتين عمال تاكل بس عشان تعوض الحرمان اللي انت حسيته في الفتره اللي فاتت خلال الدايت اللي انت كنت بتعمله. وللاسف في حالات كتير قوي شفتها كده، وفي ناس كتير قوي شفتها بتعمل الحركه دي، تفضل في نفس السايكل ده اللي احنا بنسميه اليويو دايت. الموضوع ده بيعمل لك مشكله، غير ان هو بيسبب لك شراهه مرضيه للاكل، هو بيسبب لك ضغط نفسي شديد قوي، كمان بيعمل لك ثبات في الوزن، ساعات بيعمل لك كمان مشاكل في الحرق، يبقى جسمك مش قادر يحرق كويس الدهون الموجوده فيه بسبب ان انت مقلل كميات الاكل بالطريقه دي. تعرف منين ان انت عندك شراهه مرضيه للاكل او بينج ايتنج ديس اوردر؟ بتلاقي نفسك ان انت بتاكل كميات كبيره من الاكل مره واحده خلال ايبيسودز معينه او خلال فترات معينه. الفتره الواحده بتقعد حوالي ساعتين انت قاعد عمال تاكل كميه كبيره من الاكل. طبعا انت بتاكل بسرعه جدا، حتى لو انت شبعان برضو عمال مكمل اكل. كمان بتلاقي نفسك بتاكل لوحدك، يعني انت مش عايز حد يشوفك وانت بتاكل كميات الاكل الكبيره دي، دايما عايز نفسك قاعد لوحدك مش عايز حد يشوفك، لانك حاسس ان ما ينفعش حد يشوفني وانا باكل كميات الاكل دي، مش قادر انك تبطل او مش قادر توقف نفسك عن الاكل. الابيسودز دي هتلاقيها بتتكرر معاك من 2 ل 3 مرات في الاسبوع على الاقل، وده بيحصل لمده 3 شهور متواصلين. طبعا طول ما انت قاعد عمال تاكل فانت مبسوط جدا وفرحان وحاسس بالسعاده والانبساط، وده الدراسات اثبتته فعلا. اكتشفوا ان الاكل اللي بيكون مليان سكريات كتير او حلويات كتير، دهون عاليه جدا، الاكل ده بيكون له تاثير كيميائي على المخ زيه زي المخدرات بالظبط. عشان كده بيكون صعب جدا انك تبطله، وبيكون صعب قوي عليك انك توقف اكله، وكل ما هتاكل منه كل ما تبقى عايز زياده منه. لو انت اصلا عندك زياده في الوزن او مش عاجبك مثلا شكل جسمك، بتبدا تخش في حاله نفسيه وحشه جدا، وتبدا تدخل في اكتئاب شديد قوي، وتحس ان انت مفيش حل ومفيش امل. كده خلاص عرفنا ايه هي الاسباب اللي بتسبب شراهه الاكل او البنج ايتنج ديس اوردر. تعالوا مع بعض نعرف ايه الحل. اول حاجه لازم نبدا نعملها، ودي تعتبر بدايه العلاج بتاعتك، لازم تعترف ان انت عندك مشكله ولازم تواجهها، ما ينفعش انك تهرب منها. انت عندك مشكله مع الاكل، وده مش عيب ابدا. في ناس كتير جدا ونسبه عاليه جدا من الناس بتعاني من مشكله البنج ايتنج ديس اوردر، مش انت لوحدك اللي بتعاني من المشكله دي. فتقبل حالتك وواجهها عشان تقدر تحل المشكله، ودي اول خطوات العلاج. كمان لو انت شكل جسمك مش عاجبك، مش متقبل حاجه معينه، قبل ان انت شكل جسمك كده عشان تبدا تدخل في مرحله التغيير، زي مثلا الارداف او البطن عندك مثلا، او دراعاتك مش عاجباكي مثلا. في الحاله دي اقبليها، وبعد كده ابداي غيريها وشوفي الحلول المناسبه اللي تقدري تغيري بيها شكل جسمك لشكل احسن مثلا انت عايزاه او تكوني راضيه عنه اكتر. فاول حل عشان نبدا نحل المشكله دي ان احنا نقبل نفسنا ونعترف ان احنا عندنا مشكله، ونبدا ان احنا نعمل لها حلول ونواجه المشكله، ما نهربش منها. تاني حاجه مهم جدا انك تعملها انك توقف دايت. لو انت ماشي على دايت دلوقتي، ايا كان نوع الدايت اللي انت ماشي عليه ايه، لازم توقفه. مش هينفع انك تمشي على دايت الفتره دي، لان انت اصلا عندك مشكله مع الاكل، فما ينفعش انك تمشي على دايت. الحاجه الثالثه اللي هنعملها في خطه العلاج بتاعتنا ان احنا نمشي على حاجتين مع بعض. خطه منهم للجانب النفسي، لان ناس كتير جدا بيخشوا في مرحله شراهه الاكل او البنج ايتنج ديس اوردر بيكون اساسا سببها مشكله نفسيه عندك. وتاني حاجه خطه للجانب التغذوي. اول حاجه طبعا هنتكلم عن الخطه اللي هي هنعملها للجانب النفسي عشان نفسيتك وعشان صحتك النفسيه. طبعا احنا قلنا ان من الاسباب الاساسيه اللي بتسبب لك شراهه للاكل او البنج ايتنج ديس اوردر هي ستريس، ضغط نفسي، توتر، قلق، عندك مشكله او مشاكل مش عارف تحلها، حاسس بملل وزهق. لازم اول حاجه تعملها في خطه العلاج بتاعتنا عشان نفسيتك انك تقدر تتعامل مع مشاعرك السلبيه دي بس بطريقه صح، بعيده خالص عن الاكل. طب ازاي؟ لو انت عندك مشكله ابدا انك اشتغل عليها، ما تهربش منها، وابدا دور على حلول مناسبه او بدايل مناسبه تكون مخلياك انت من جواك مرتاح اكتر. هنعمل ايه بعد كده؟ ان احنا نبدا نطلع مشاعرنا السلبيه دي في حاجات مفيده بعيده عن الاكل. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الرياضه، انك تخرج، انك تشغل تفكيرك بحاجات مفيده، تبدا انك تطور من نفسك، تبدا تقرا مثلا كتاب مفيد ليك او كتاب يساعدك انك تكون احسن. ومن الحاجات الحلوه جدا والمفيده قوي انك كل يوم الصبح كده او كل يوم في اي وقت من اليوم تكتب مشاعرك السلبيه او الحاجات السلبيه اللي انت بتحسها او بتكون مخنوق منها. الموضوع ده كويس جدا، هيفرق معاكوا قوي انك تكتب مشاعرك السلبيه. لو انت مثلا مش حابب تكلم حد فيها او كده، تكتب مشاعرك السلبيه
السلبيه مثلا وتخرجها اول باول من جواك. ده بيخليك تفرغ الطاقه والمشاعر السلبيه اللي جواك، وبيساعدك انك تصفي ذهنك، تلاقي حلول للمشكله اللي انت فيها. مثلا اعتبرها زي عاده يوميه، اعملها كل يوم وشوف تاثيرها عليك بعد كده هيكون عامل ازاي. ومهم جدا انك تتخلص من مشاعرك السلبيه دي اول باول، يعني ما تخليهاش تتراكم عندك، ما تخليهاش تتخزن جواك، ما تسيبش نفسك لحد ما توصل للمرحله اللي بتخليك تبدا الابيسودز دي اللي بتحفز عندك البنج ايتنج ديس اوردر او شراهه الاكل. لو حصل وانت لقيت نفسك بتخش في الابيسود بتاع البنج ايتنج ديس اوردر او شراهه الاكل، استنى كده شويه، استنى حوالي 10 ثواني مثلا، واسال نفسك سؤالين مهمين قوي. السؤالين المهمين قوي اللي انت تسالهم لنفسك هما حاجتين: وات وواي. ايه بالظبط الاكل اللي انت هتاكله ده؟ هل الاكل ده مفيد ليك ولجسمك ولصحتك وحالتك النفسيه ولا لا؟ ليه هتاكل الاكل ده؟ ايه المشاعر اللي اتراكمت جواك او اتكونت جواك خلتك عايز تاكل كميه الاكل اللي انت هتاكلها دي، او هتاكل مخصوص الاكلات دي؟ لان مفيش حد بيحصله شراهه للاكل على اكل صحي. في كل الحالات تقريبا محدش بيحصله شراهه للاكل مثلا على فراخ او لحمه او كده، لا، معظم الناس بيحصل لهم شراهه للاكل على حلويات، على سكريات، على وجبات سريعه، على اكلات غير صحيه. بيكون نفسك في حاجه معينه، بتكون حاجه بالنسبه لك محدده. ده ما بيكونش جوع، ده بيكون ضغط نفسي وانت بتطلعه في الاكل. او اتخنقت مثلا، عندك اكتئاب، فبتطلع خنقتك واكتئابك ده في الاكل. فمهم جدا انك تسال نفسك السؤالين دول قبل ما تبدا الابيسود بتاعه شراهه الاكل. ولو انت مش هتقدر تطلع مشاعرك السلبيه دي بنفسك ومش هتقدر انك تتعامل معاها زي ما احنا قلنا، يبقى الافضل انك تتعامل مع طبيب نفسي. الطبيب النفسي بيساعدك، بيخليك تتعرف على مشاعرك اكتر وبيخليك تعترف بيها. نيجي بقى للخطه بتاعتنا بتاعه التغذيه. طب هنعمل ايه في الاكل بتاعنا؟ قلنا من شويه في الاول في الحلول ان انت لو ماشي على اي نوع دايت، هنوقف اي نوع دايت انت ماشي عليه دلوقتي وتعمل حسابك الفتره الجايه زي ما قلنا مش هنمشي على اي نوع دايت. تاني حاجه هنعملها ايه؟ ان انت اصلا ما تجيبش اي نوع من الاكل اللي بيخليك تبدا مرحله شراهه الاكل او مرحله البنج ايتنج ديس اوردر. امنع الاكل ده من عندك خالص، ما تجيبوش ابدا عندك في البيت. هنعمل ايه كمان؟ الحاجه الثالثه ان احنا نمنع الاكلات اللي هي بتكون سريعه في اكلها، سواء سناكس سريعه في الاكل، اي اكلات بتكون سهله وسريعه في اكلها امنعها الفتره دي خالص لحد ما تقدر تتحكم في كميات الاكل بتاعتك اللي انت بتاكلها. الحاجه الرابعه اللي هنعملها ان انت ما تسيبش نفسك ابدا من غير اكل لفتره طويله، واوعى ابدا تفكر انك تمشي في الفتره دي صيام متقطع. يعني هنوقف اي نوع دايت، وبالاخص الصيام المتقطع. ما تمشيش ابدا صيام متقطع الفتره دي. امال هنعمل ايه؟ لازم تاكل على الاقل كل ساعتين او 3 ساعات وجبه، وتكون وجبه متكامله، وتكون وجبه صحيه متكامله فيها كل العناصر الغذائيه من نشويات وبروتين وخضار ودهون صحيه. احنا ممكن مثلا ناكل حوالي 5 وجبات في اليوم، تكون كلها وجبات متكامله. تكون مثلا 3 وجبات رئيسيه ومثلا 2 سناكس او 3 سناكس برضو يكون صحيين. واعرف ان الوقت ده بالنسبه لك مش هيستمر للابد، دي فتره مؤقته، لان انت حاليا اشارات الجوع والشبع بالنسبه لك مش محدده، انت مش عارف انك تميزها، خصوصا اشارات الشبع بتاعتك. عشان كده مهم قوي تطبق كل النصايح اللي احنا قلناها فوق. كمان تاكل لما تبقى حاسس انك جعان، وتوقف اكل اول ما تبدا تحس انك شبعت. لما نيجي ناكل بقى، احنا خلاص اتكلمنا في كل حاجه، لما نيجي ناكل بقى المفروض ناكل ازاي او نعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها ان احنا لازم ناكل بالراحه عشان تبدا تحس باشارات الشبع. المخ بيحتاج حوالي من 15 ل 20 دقيقه عشان يبدا يبعت اشارات الشبع من المخ للمعده عشان تبدا توقف اكل. فانت لازم تاكل بالراحه، ودي اول نصيحه ليك. تاني حاجه، لما تيجي تاكل ما تاكلش قدام حاجه تشتتك، يعني ما تاكلش قدام التلفزيون، قدام الموبايل، ما تتفرجش على حاجه تشغلك عن الاكل عشان تقدر تحس باشارات الشبع لما تبدا تشبع. تالت حاجه زي ما قلنا، كل لما تحس انك جعان بس مجرد ما حسيت بالشبع وقف اكل على طول. رقم 4، ما تحرمش نفسك من الاكل. خليك عارف وحاطط في دماغك دايما ان انت الاكل مش هيروح بعيد. اعمل النصايح اللي احنا قلنا عليها عشان تقدر تتغلب على المشكله اللي انت فيها، بس مع المنع التام للاكلات اللي احنا قلنا عليها فوق، سواء الاكلات اللي بتسبب الابيسودز بتاعتك او الاكلات اللي هي بتكون سريعه في اكلها زي ما قلنا. الحاجه اللي بعد كده، اوعى تفوت اي وجبه من وجباتك. هتيجي في الوجبه اللي بعديها حاسس انك جعان جدا، حاسس ان انت مش قادر تتحكم في شهيتك ومش قادر تتحكم ابدا في كميات الاكل اللي انت بتاكلها. لو انت سبت نفسك جعت كل ساعتين او 3 لازم تاكل وجبه تقريبا. حافظ على العادات الصغيره اللي انت هتبدا تكسبها او العادات الصغيره اللي انت هتبدا تبنيها. ابدا مارسها واعملها كل شويه، مع الوقت
الوقت هتبقى عادات عندك وهتبدا انك تتعود عليها، وده مع الوقت هيفرق معاك جدا. لو ليكوا اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس تحت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.